السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خياتي وحبابتي، إن شاء الله دائما كالعادة مع عافيات ومهنيات وسعيدات كما راكم تشاهدوا الآن. اليوم ندير لكم رولي تاع السلق محشي واش حبيتو تحشيوه حشيوه. حتى وكان الحشو تاع البوراك البطاطا وزيدوا لها زيتون يعني اللي حبيتوها. اولا نحضروا اولا السلق، ندو غير الاوراق ما ندوش الاغصان. نغسلوه مليح، نقطعوه ونديروه في القدر مع شويه تاع ثوم. السلق كما راكم عارفينه يحب الثوم، شويه برك زيت عبر ما يطلق لنا الماء تاعو. انا كثرت الثوم كما راكم تشوفوا، تقريبا راس كومبلي تاع ثوم، شويه ملح وندقشو في المهرز. السلق فيه فوائد عديدة خاصة للناس اللي يعانيوا من فقر الدم ونقص الحديد. ما لازمش نغليوه ومن بعد نعاودو نرجعوه في القدرة، لازم نحطوه قبالة كما راني ندير فيها انايا باش نربحو المواد تاوعو، ولو انني انا مانيش راح نربح المواد تاوعو خاطر راح نعصرو على جال باش يشد لي. من جهه واحده اخرى اني درت السلق يطيب، نروح ندير لا كريم فروماجير، 2 كيسان نتاع حليب و3 مغارف تاع عشا نتاع مايزينا، نخلطوها مليح بارد في بارد ونزيدو لها شويه تاع ملح. ما نديروهاش فلفل كحل خاطر هذه ماهيش بيشاميل. نخلطوها بارد في بارد ونحطوها فوق النار تكون هاديه باش ما تحرقناش هذيك المايزينا حتى وين نشوفوها عقدت. كي نشوفوها عقدت مليح، كي تواسو يدير لك لو باك دوازو هذاك، يعني منقار العصفور. ثم نزيد نطفو ونزيدو لها الجبن اي جبن تحبوه، المهم تاع الطلي ولا تاع المثلثات. هذا انا في الكميه اللي كانت عندي درت 4 حبات تاع جبن باش تعطيني النكهه تاع الجبن، ومن بعد خليته يبرد. طفيت النار باش راني نحط في الجبن. كما قلت لكم درت 4 حبات، عطاني النكهه تاع الجبن. وفي هذه المرحله حطيت هذاك لا كريم فروماجير هذيك، خليتها تبرد غير شويه عبر ما نقدر نحط عليها البابي فيلم. وحطيت هذاك السلق في كسكاس صغيور باش يكطر لي. كما كنتم تشوفوا غطيت لا كريم فروماجير، خليتها نحطها بتجيه حتى وين نحضر البقيه تاع السلق. هذا الوصفه للناس اللي عندهم دراري ما ياكلوش السلق. حطيت كان عندي فيونداشي في المجمد، كانت عندها يومين في المجمد، حطيتها في القدر على نار هاديه باش تذوب. وفي المقابل راني نحضر في السلق، رحيته في الاشواق مليح وزدت له 4 حبات تاع بيض، زدت له 4 حبات بيض وربع كاس تاع زيت. نزيد نعاود نرجعو في الاشواق، نرحيه زدت رحيته مليح باش تخلطوا هذوك المواد. ومن بعد دركا نزيد له 4 مغارف كبار معمرين مليح تاع فارينه. القوام تاعو يولي شغل كيك. 4 مغارف فارينه، 4 حبات بيض، ربع زيت يعني ربع كاس زيت، و4 مغارف نتاع فارينه. في المقابل اني زدت على هذاك الفيونداشي كي ذاب لي، زدت له بصل. شغل راني نخدم في البوراك، بصل ومعدنوس وشويه ملح وشويه فلفل كحل. خليته على نار هادئه حتى وين يطيب مليح. ما يهمنيش الى نشف ولا ما نشفش، المهم يطيب مليح هذاك البصل والمعدنوس. حكمت
البلا تاعي درتلو بابي كويسون ودهنت هذاك البابي كويسون بالزيت و فردت هذيك العجينة نتاع السلق فوق هذاك البابي كويسون. الا كانوا دراري ولادكم ما ياكلوش السلق يولوا ياكلوا، ولينا نحايلو ونديروه لهم في اشكال مختلفه باش ياكلوها. ومن بعد نخبط مليح هذاك الاخر غير باش تتسوى الجهه الفوقانيه تاع الاخر. مامي لما تسواتش ما تهمنيش، خاطر انني رايحه نلويها على الجانب الاخر. كي خرجتها من الكوشه على درجه حراره 180 حتى تنشف، نشوفها نشفت، نفتح نمسها كامل فوق نسيبها نشفت، نغطيها بطرشونه باش تبقى منديه شويه باش تبقى طريه ما تيبسش. ومن بعد دركا نروح نشكل هذيك العجينه. درت لها قبل طليت لها كامل لا كريم فروماج كثرت لها، ومن بعد نروح نضيف المواد الاخرى. هذا الرولي هذا يجي رائع، الشكل تاعو شباب والذوق تاعو اجمل والذ. نزيد هذاك الفيونداشي، البودة عمرته على العرض ماشي على الطول. لاباط هذيك تحطوها حاولوا قدر الامكان باش ديروها رقيقه، يجي القوام تاعها شغل لي كريب السمك تاعها. زدت لها انا بيض مغلي من الفوق ولويتها، تكسرت لي شويه ولكن ما يهمش خاطر بقات محافظه على الشكل تاعها. انا تكسرت لي خاطر درتها شويه خشينه، البلاط تاعي كان صغير. بهذا الشكل كي نلويها نحطها في الثلاجة واحد الساعة ولا ساعتين باش تشد روحها والمواد اللي راهم لداخل يشدوا رواحهم. ومن بعد كي نبدا نقسم فيها الموس تاعي نبدا نمسحو في قطعة قماش تكون نظيفة ومشمخة. شوفوا كيفاه جاتنا رائعة رائعة، والذوق تاعها ما عندي ما نقول لكم، الذوق تاعها ما شاء الله. القطع قطعوهم شويه خشان باش يقنعوا، وهي وجبه كي ديري غير هذه مع شويه شلاضه يعني مقنعه تقنع. هذا هو الرولي تاعنا تاع السبانخ او السلق، حقيقه جا رائع. النكهه تاع لا كريم فروماجير مع فيونداشي عطات لها شغل ذوق تاع بوراك، ومع بات واحده اخرى لزيجه، هذيك لاباط اللزيجه تاع السبانخ. زوقوهم كما حبيتوا، انا زوقتهم بهذا الشكل. جاهدكم في الجنه، الوصفه ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنسوش ديروا لي جيم ونقول لكم سلام.